بص يا سيدي، في الاول كده صل على النبي وكمان انزل اعمل لايك للحلقه. فتوة كلمه عربيه مشتقه من كلمه فتى، والفتى ده اللي هو الراجل الناضج بعد سن المراهقه، المرحله التانيه اللي بعد الشجاعة والمراهقة. والفتوة ده على حسب التعبير كان بيبقى فارس. الفتوة يعني أخلاق النبل والفرسان، وكمان بينصر الغلابة على اللي أعلى منهم، بطل شعبي الناس دايما بتدور عليه. الأب الروحي للفتوانة كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقت غزوة الخندق سيدنا علي كان ليه قصة. في واحد من أقوى فرسان قريش كان اسمه عمرو بن ود العمري. عمرو بن ود كان مقاتل ضخم وطلب أي حد يبارزه، ودي كانت عادة في معارك العرب وقتها. سيدنا علي يخرج له ويخلص عليه، واتسمى بأبو الفتيان في السير العراقية والفارسية. ونروح للعصر العباسي الثاني. الحاكم وقتها كان الخليفة الناصر العباسي. الناصر يطور موضوع الفتونة وخلى الفتونة وظيفة رسمية في الدولة العباسية، وعمل لهم لبس خاص بيهم وصرف لهم مرتب من خزينة الدولة، وخلى كل فتوة في ايده نبوت وده السلاح بتاعه، وكل فتوة كان مسؤول عن حارة. وفضل الوضع ده لنهاية الدولة العباسية. ونروح لدولة المماليك، وكان الظهور الحقيقي لمصطلح الفتوة. المماليك في الأول كانوا بيحبوا مصر، الدولة اللي اتربوا فيها، وبعد كده بقوا ملوك عليها. المماليك كانوا على وعي ثقافي عالي، وده خلى مصر دولة قوية في بداية العصر المملوكي. بعد كده تضعف دولة المماليك لحد ما تنتهي بسبب الخيانة، ويجي خير بيك المملوكي اللي يبقى سبب في انهيار الدولة المملوكية، علشان مصر بسببه تبقى تابعة للدولة العثمانية. تنتهي دولة المماليك لكنهم يفضلوا يحكموا مصر، وكان شغلهم الشاغل ازاي يجمعوا الضرايب من الشعب المصري علشان يبعتوا فلوس الضرايب دي للسلطان العثماني. وبسبب الوضع ده تغيب السلطة المركزية. الوضع بقى شبه حكم العصابات، كل مملوك ياخد له مدينه ويسمي نفسه حاكم عليها، ورجالته يبداوا يلموا فلوس الضرايب بالعافيه، ضرايب وسرقه وضرب وافتراء. في الوقت ده تظهر عصابه اسمها عصابه الموشومين، ودول كانوا مساجين او اسرى، كل فرد فيهم عامل وشم على صدره او على كتفه، ودول كانوا بيسرقوا الشعب المصري بشكل علني. كانوا حاجه كده اشبه بمنظومه المافيا دلوقتي. كان ليهم شيخ منصر مدورهم، وكانوا شغالين في كل حاجه، مخدرات وخمره ودعاره، ومحدش كان عارف اصلهم ايه. وكانوا عصابه مكونه من 400 راجل بيسرقوا البيوت والمحلات في عز النهار بشكل منتظم. ما كانش فيه اصلا شرطه او حكومه. حبه مماليك بلطجيه كانوا عايزين يلموا اي فلوس باي شكل وخلاص. وهنا يبقى العصر الذهبي بتاع الفتونة. يطلع من كل حاره شاب مسؤول عنها. اتعمل اتحادات جوه الحارات المصريه في البدايه، فرق الحراس او المشاديد، ودول بداوا دورهم الحقيقي. كل فرقه بتحمي الحاره اللي مسؤوله عنها من العصابات اللي بتسرق الغلابه، وكل فتوه كان بيبقى واقف على باب حارته مع رجالته. اي حد غريب كان بيدخل الحاره كان معروف هو جاي لمين وجاي يعمل ايه. في المقابل الناس كان بتدفع اجور بسيطه او اتاوه، وبشكل اكبر الفتوه كان بياخد اجره من الناس الاغنياء اللي في الحاره. سنه ورا الثانيه تختفي عصابه الموشومين والمماليك، وبدات سيطره الفتوات على الحارات كلها، وبقوا هم السلطه الحاكمه في الحارات الشعبيه. وفجاه تيجي الحمله الفرنسيه وتبتدي رحله الفتوات في الدفاع عن الاهالي. المقاومه كانت صعبه. الجيش الفرنسي هد ابواب القاهره، وده علشان يفتحوا الحارات على بعضها، وبكده مش هيبقى في اي فتوه، وتبقى القاهره كلها حته واحده وسهل السيطره عليها، ويختفي مصطلح الفتوه وجومه من دماغ الشعب المصري. لكن في النهايه بعد فتره قصيره يهرب الجيش الفرنسي من الاراضي المصريه، والفتوات كانوا العامل الاساسي في المقاومه الشعبيه. ودخلوا معارك ضد نابليون في السيده وطريق امبابه، وكانوا عاملين قلق لنابليون نفسه. نابليون كان مسمي فتوات القاهره الحشاشين نسبه لجماعه حسن الصباح. ده غير ان نابليون وزع منشورات للشعب المصري، كان بيطلب من الشعب انه ما يسمعش كلام الفتوات ويخاف على نفسه. وينتهي الاحتلال الفرنسي ويجي عصر محمد علي، وهنا الفتوانه تاخد طريق تاني خالص، وبقى الفتوه شبه البلطجي بشكل علني. زمن الفتوه اللي بيجيب حق الغلابه انتهى، وبقى الفتوه ده واحد لامم الصيع حواليه، وكل فتوه فارض اتاوه على حارته بالعافيه، ولما يبقى فاضي يلم رجالته ويروح يتخانق مع فتوات الحارات التانيه. حاجه كده زي الحروب القبليه في العصر الجاهلي. لكن الكلام ده ما كانش عاجب محمد علي. محمد علي كان عايز يفرض سلطه مركزيه تحل محل الفراغ السياسي واللي كان موجود في مصر لسنين طويله. وده كان سبب قوه الفتوه في الحاره بتاعته، الحاره اللي بقت عامله زي الدوله، دوله ليها ملك والوزراء والشعب بتاعه. ويتحول الوضع من بطوله لسبوبه، واحد فارض عضلاته مقابل حمايته. وده وصل الفتوات للقصور الملكيه. بعد كده تخيل واحد صايع فجاه بقى صاحب سلطه، واحد تحت ايده فلوس وسلاح ورجاله. الحكومه بدات تعمل ليهم الف حساب بعد كده. ده كله والناس الغلابه مش في ايديهم اي حاجه، ما كانش حد بيسلم منهم الا بسيط قوي. ويدخل الجيش الانجليزي مصر، الفتوات يحطوا ايديهم في
ايد الجيش الانجليزي. احلى فلوس عملها الفتوات كان في الوقت ده خدمات ومعلومات وحمايه للجيش الانجليزي جوه الحاره. بس الانجليز ما كانوش سهلين. الانجليز اسسوا جهاز الشرطه وبقى في حرب داخليه بين الفتوات والشرطه، والحرب دي ما كانتش حرب سهله. جهاز الشرطه كان جهاز جديد والفتوات كانوا اساتذه في الحكايه، لحد ما قدرت الشرطه في النهايه انها تشغل الفتوات معاها، وده طبعا كان مقابل اجر مادي. لكن لازم نقول ان كل الفتوات في الفتره دي ما كانوش وحشين. كان في فتوات ليهم مواقف وطنيه. في ثوره 1919 كانوا جزء مهم جدا من المقاومه، وده خلى الحكومه المصريه تعمل قانون مخصوص بيعترف بالفتوه المصري. وفضل الحال كده لفتره طويله، بس تحصل قضيه قتل في الاوساط المصريه. القضيه دي كانت في ثلاثينات القرن الماضي، قضيه مقتل الرقاصه امتثال فوزي. امتثال كانت رفضت تدفع اتاوه للفتوه فؤاد الشامي. فؤاد الشامي بعت لها واحد من صبيانه ويخلص عليها. في الوقت ده كان مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء، وسنه 36 مصطفى النحاس يلغي نظام الفتونه، وكمان يتقبض على فؤاد الشامي ورجالته. لكن الفتونه تستمر في مصر بشكل غير رسمي لحد ما الجيش يحكم مصر سنه 1952 عشان تبقى الفتونه جزء من القصص الشعبيه. الفتوه ده ما كانش بيلعب جيم ولا كان صوته تخين. الفتوه كان سلطه، قوته في اللي حواليه. قلب ميت وعفياجي، مش مجرد واحد عامل فورمه. ممكن تلاقي واحد قد الحيطه لكنه ما يقدرش يذبح فرخه، لكن تلاقي عيل متر ونص يدخل خناقه يكسر فيها دماغ اللي قدامه. طبعا الفتوه اتجسد في السينما المصريه، واقرب ممثلين عملوه كان زكي رستم في فيلم الفتوه، وكمان عدلي كساب في فيلم السفيره عزيزه، ونجيب محفوظ كان احسن مؤلف شرح الطبقيه اللي موجوده في الفتونه، وده كان من خلال روايه الحرافيش اللي اتعملت فيلم بعد كده. الفتونه كانت قضيه كبيره، قضيه اكبر من اتنين بيتخانقوا في قلب حاره. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقه الجايه. سلام.